السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. ايه يا جماعة؟ ايه يا جماعة حكايتكم يا جماعة؟ حكاية اللانش بوكس معاكم عقدتولي وجبتولي اكتئاب. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ لانش بوكس ايه يا جماعة اللي عامل لنا مشكلة وزعزعة على الفيس وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي؟ يا جماعة، لما انا احط لابني الناجتس، لما انا احط لابني بانيه، لما انا احط لابني محشي، انا اكل ايه؟ بانيه ايه اللي يتحط في المدرسة؟ احترموا نفسكم، لموا نفسكم شوية. مالها الجبنة؟ كفرت يعني. ايه سندوتش جبنة بخيارة؟ قال لا حرام. لو في فاكهة حط له حتة فاكهة ماشي، مفيش يبقى سندوتش الجبنة بالخيار. ماله الفول؟ كفر. قال لا، لما نعمل سندوتش فول بطحينه عليه كده رشة شطة صغننة. ماله سندوتش الفول بالبيض؟ كفر. حطي له سندوتش فول بالطحينة مع خيار. سندوتش فول بالبيض مع خيارة. إيه مالها الجبنه البيضه لما تقطعي عليها طماطمايه وخيارايه وتحطيهم كده سلام في رغيف فينو او في عيش بلدي؟ كفر. قال لا حرام. الله يرحم ايام زمان. امال الاقتصاد ايه اللي بتتكلموا فيه؟ امال تضخم اسعار ايه اللي مش قادرين ويك 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 بتصوتوا؟ امال اللي انتوا بتقولوه ده يا جماعه؟ من امتى يا جماعه اللانش بوكس كان مشكله؟ احترموا نفسكم، عيب يعني. مشوها، قضوها. يعني انا لما اديله البانيه معاه في المدرسه ولا اديله الناجتس، انا اكل ايه وابويا ياكل ايه؟ ها؟ اغديه ايه؟ ماله سندوتش البيض المسلوق؟ البيض غلي بس هموتهم، بس اضعف الايمان. سندوتش بيض مسلوق وعليه كده رشه ملح وخياره خضراء. يا جماعه اقتصدوا، اتقوا الله، اتقوا الله في نفسكم ما شغالين دماغكم على ايه؟ سندوتش حلاوه، مربى، مالها الحاجات دي؟ قالت لا، لموا نفسكم شويه، اقتصدوا، لموا نفسكم شويه. وفي حاجه، لو في فاكهه نحط فاكهه، ايه المشكله؟ فاكهه غاليه بس لو ما فيش فاكهه، انا عن نفسي بحوش مصروف ولادي، بيدوني المصروف بتاعهم كل اول شهر وبيشوفوا الفاكهه اللي هم حابينها ايه وبنجيبها، واصبح كل يوم بياخدوا معاهم فاكهه في المدرسه. بس ما عملتش حاجه زياده او فوق طاقتي، كده توفرت الفاكهه، مفيش مصروف مفيش فاكهه. فهمتوا؟ انا وده كله برضو عشان خاطر صحتهم. يعني احنا بنحوش مصروفنا ونجيب بيه فاكهه، هم اللي طلبوا مني كده، احنا نحوش مصروفنا ونجيب بيه فاكهه يا ماما عشان الفاكهه برضو غاليه. ما هو لازم ولادك يحسوا برضو عشان الفاكهه برضو غاليه، فبنجيب فاكهه واصبحوا كل يوم بياخدوا فاكهه معاهم في المدرسه. تمام كده، بياخدوا حاجه نظيفه وحاجه من البيت. سندوتش الجبنه بالخيار، سندوتش الفول بالطحينه مع خيار، سندوتش الفول بالبيض ومع خيار، سندوتش جبنه وعليه طماطم وخيار، سندوتش. اقتصدوا، اقتصدوا يا جماعه، لموا نفسكم. يعني ماله الخيار؟ ما فيش فاكهه حطوا خيار، اي حاجه من الاختيارات اللي انا الا البانيه. بانيه اكل انا ايه؟ ها؟ احنا ناكل ايه؟ ونصيحه اخيره بقى من ماما رشا لكل بنت مقبله على الجواز، عشان تحب حياتك تستقيم وابنك ياكل اللي انت عاوزاه ياكله. عوديه قناعه، عوديه من بدايته كده من هو صغير خالص على القناعه انه ياكل اي حاجه موجوده في البيت. مش لازم الدلع الزايد عن اللزوم. انا مش بقول نيجي عليهم او نتعبهم او نحسسهم بضغط الحياه، بس عشان تخلقي حياه طبيعيه وسويه وما فيهاش مشاكل، واكله واشربه ايه وابني ما بياكلش غير ده وده. خلي ابنك طبيعي، اكليه اي حاجه، عودي. ولو انت ما تعودتيش على كده مش لازم ابنك يطلع صوره طبق الاصل منك. لو كنتي انت اتدلعتي وانت صغيره فظروف بابا او ماما ممكن كانت تسمح، لكن لو انت ظروفك ما تسمحش وانت في بيت جوزك، يا ريت تعودي ابنك او طفلك على القناعه عشان حياتك تبقى مستقيمه وابنك يبقى مريحك في اي حاجه.